السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صلوا على النبي حبايبي، واذكروا الله الف ذكر الله تطمئن القلوب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. يلا كده نبدا بسم الله ونصلي على الرسول، وحطوا لي لايك كمان تبع القناه عشان يوصل لكل جديد. حل على البوتاجاز يا بنات زي ما شايفينها كده، نشفت خالص معايا من الميه. هعمل فيها ايه؟ هعمل لك احلى شوربه فراخ بجد. شوربه الفراخ بالذات ما تعملش الا كده. الفراخ البيضاء حبايب قلبي او اي زفر لازم تديله الصدمه دي. خليتي نشفت خالص نهائي. بصوا انا عايزه الطشه دي كده. طبعا الفراخ بصوا يا بنات، انا غسلاها ونقعاها بالمحلول بتاعي دلوقتي زي الفل زي ما انتم شايفين كده اهو. سامعين بقى الصوت ده كده؟ عندي الفراخ بتاعتي كلها كده يا بنات زي ما انتم شايفين. انا عايزه اعمل حبه شوربه حلوين كده، عشان زي ما انتم عارفين انا بحط الشوربه كده في الفريزر وبتعملها بقى المحشي يبقى شامل من اي حاجه. زي ما انتم شايفين كده حبه ملوخيه حلوين كده. معايا فراخ يا بنات الهياكل، ومعايا اوراق زي ما انتم شايفين كده اهو. بصوا بقى، لازم اديها صدمه تشربي احلى شويه شوربه. الفراخ بالذات يا بنات اعمليها صدمه كده زي ما انتم شايفين اهو. اسمعين الصوت بتاع التشويح ده. وطبعا انا مصفياها من الميه خالص نهائي. بصوا بدا لونها يغير معايا ازاي. هنزل معاكم بقى بايه؟ هنزل معاكم كده يا بنات بصلايه، طماطمايه، جزر مفرزه معاكم، فلفل مكعب دجاج يا بنات. اللي انا عاملاه معاكم ده تحفه، بيخلي الشوربه في حته ثانيه. معمول بالسمنه البلدي، معمول بالليه، معمول كده بحاجات جميله جدا، بيدي الشوربه بتاعتي تيست عالي جدا. عندك كل المكونات بتاعتي زي كده اهو. ابدا اشوح كده يا بنات زي ما انتم شايفين كده اهو. معايا ايه؟ معايا بهارات شوربه زي ما انتم شايفين كده، ملح الفلفل. دي بهارات شوربه يا بنات انا عاملاها عباره عن جوز الطيب، لورا، حبهان، كوبيبه صيني زي ما انتم شايفين كده. طحناها بس بجد هيدي ريحه جميله جدا للشوربه. معايا فلفل اسمر صوفي من غير ملح خالص زي ما انتم شايفين كده اهو. وهنزل بقى يا بنات كده بالملح بتاعي زي ما انتم شايفين. تمام كده كده زي الفل. حاجتي كلها جاهزه كده قدامي، وابدا اشوح كل ده في قلب بعضه. وشمي بقى احلى شويه شوربه في منتهى الجمال. معايا ميه بناتي مغليه حطها في حله اهو زي ما انتم شايفين كده. لازم تكون الميه بتغلي عشان انزل بيها على الفراخ على طول، ما تاخد تاكلها ميه ساقعه. بصوا يا بنات، لازم اشوح فيها كده اهو يمين وشمال. بصوا ريحتها يا بنات تحفه، اللهم بارك، ريحتها خطيره بجد. بصوا يا بنات، طبعا يا بنات انا بفصل عشان ما اطولش عليكم الفيديو. ماشي بفصل هو شغل كده وبوريكم توصل لحد فين المراحل بتاعتها. يا بنات الهياكل دي بتاعت 3 فرخات، انا اشتريت 3 فرخات وخليتهم. خدت البانيه، خدت ال3 هياكل بتوعهم، وخدت الجوانح، وخدت الرجول ماشي، وخدت ال3 تورك عشان اعمل شوربه حلوه وتطلع لي شوربه كده دسمه وجميله زي ما انتم شايفين كده اهو. بصوا اهو. اعمل بقى كده حبه ملوخيه، اعمل حبه محشي زي ما انتم شايفين كده. كده خلاص معايا تمام بقى زي الفل. تعالوا بقى كده. بصوا بقى يا حبايبي، انزل بقى بالميه السخنه بتاعتي. لازم تكون ميه سخنه يا بنات مغليه زي ما انتم شايفين كده اهو. انزل بيها كلها واتفرجوا بقى على شويه الشوربه دول، حاجه كده اللهم بارك عسل. بصوا يا بنات، بصوا دوك حطيت الميه ولا غليت ولا اي حاجه. بصوا اللون بتاعها عامل ازاي، حاجه كده يا بنات عسل، اللهم بارك. غطي بقى عليها شويه تستوي. تعالوا نشوف احنا هنعمل غدا ايه النهارده جنب الحاجات دهيت. بصوا يا بنات ما شاء الله، بصوا الشوربه عامله ازاي، حاجه كده اللهم بارك. ايه رايك في الجمال ده؟ هبدا انشلها كده زي ما انتم شايفين اهو. بصوا بقى يا بنات، بعد ما شلتها وروقتها بصوا الشوربه عامله ازاي. يلا بقى كده نشوف هنعمل ايه. الوصفه بتاعتنا هنا كده حله على النار زي ما انتم شايفين. حطوا بقى المكرونه كده زي ما انتم شايفين. عايزه اقول انا محطها. طبعا عشان هعمل بقى كيك يعني المكرونه بشاميل النهارده زي ما انتم شايفين اهو. حط مكرونه كده معايا تسلق يا بنات. ومن هنا كده على عندي كمان كده هحط ايه؟ اللحمه المفرومه بالمره عشان يبقى كل حاجه كده جاهزه معايا. كده الفراخ بعد ما طلعت اهي كده الفراخ يا بنات بعد ما طلعت كده ما شاء الله اهي. ريحتها اللهم بارك. كده المكرونه استوت معايا زي الفل يا بنات زي ما انتم شايفين كده. انا بعمل حاجه كده يا بنات، اخلص حاجه اعمل الحاجه الثانيه اهو. هبدا كده اصفيها. ثانيه كده يا بنات. البصل بتاعي بتاع اللحمه طبعا هعصج اللحمه تكون تشويحه. هنزل كده والنبته الدهنيه بتاعتي اي نوع سمنه بقى عندك تفضليه. وابدا اشوح البصله كده تشويحه قبل ما انزل باللحمه زي ما انتم شايفين كده. زي ما انتم شايفين كده
هشوحها اهو يا بنات. قلنا بقى النهارده نعمل اكله ايه حلوه كده، اعمل بشاميل كده والفراخ اللي بتشوفوها معايا هعملها برضه بطريقه حلوه كده بالفيجيتار اهو. ولسه برضه مش عارفين برضه يعني هنعمل ايه جنب الاكل ده، بس انا ايه بعمل حاجه واللي بيجي على بالي بعمله. ابدا كده هشوح البصلايه بتاعتي، مش هشوحها تحمر يا بنات، هتدبل معايا بس. بصي بقى بدات تدبل معايا اهوت. انا مش هحمرها ومش هديها لون، يا دوب بس تدبل بس اهو. عشان هنزل كده بقى باللحمه المفرومه بتاعتي. نزلت اللحمه بتاعتي كده اهوت، ابدا اقلبها كله كده بقلب. طبعا يا بنات انا عشان ما اطولش عليكم الفيديو انا بفصل وبشغل تاني اه. زي ما شايفين كده اهوت. بصوا معايا اهو، معايا زي الفل. معايا طماطميه مقطعها كده مكعبات زي ما شايفين، وغير بس اللون بتاعها. معايا 7 بهارات، معايا كمون، معايا كزبره زي ما شايفين كده، ملح فلفل، بهارات لحمه، فلفل اسمر صافي بيخليها لي ريحه جميله جدا. توابل كده اهي، وابدا اقلب كله كده الكلام ده قلب. انا كده لسه بنات ما نزلتش في الملح بتاعي اهو. هحط بس التوابل اللي عندي ده اهي عشان ما شاء الله بتدي ريحه جميله جدا. انزل بقى بالملح. يلا كده يا بنات معايا بوله كده زي ما انتم شايفين، نزلت ب3 كوبايات لبن. عايزه اعملها كلها بكيلو لبن اعملي، عايزه اعملي نص لبن ونص شوربه اعملي، عايزه اعملها كلها شوربه حسب راحتك. انا معايا 3 كوبايات يا بنات لبن نفس المج ده، واحط عليه 6 كوبايات شوربه، ومعايا 3 كيلو ماشي من اللبن. معايا ملح فلفل، معايا بهارات مشكله. الملح بتاعي هعمله كده معاكم النهارده كده على البارد ماشي. معلقه سمنه، تمام كده يا بنات. 3 معالق دقيق، الكيلو 3 معالق دقيق. كيلو لبن بقى نص لبن ونص شوربه اللي انت عايز تعملها. الكيلو 3 معالق دقيق يا بنات. هقلبه كده على البارد قبل ما ارفعه كده على النار. لا هنجيب بلندر ولا خلاط ولا تحمير ولا وجع. هتكرروا الطريقه دي هلاقيكم بالذات هعمله كده بالمنظر بالسلك عشان يتفك كله من بعضه، واقلبه حلو كده على البارد عشان ما يبقاش فيه اي تكتلات قبل ما ارفعه على النار اهو. ده انتوا كده اهو كده. ارفعها على النار اهو يا بنات زي ما انتم شايفين، وابدا اقلب فيها طول ما انت واقفه قلبي فيها عشان ما تكتلش معاكي. معايا اللحمه المفرومه بتاعتي يا بنات بعد ما خلصت اهي ما شاء الله اللهم بارك كده. يا دوبك حطيت كده اللحمه المفرومه تشويحه كده، يا دوبك تشويحتين بسيط كده واطفي عليها. عايزاها يا بنات طريه زي ما انتم شايفينها كده، مش عايزينها ناشفه. حطيت لها كده معلقه فلفل الوان يا بنات اللي انا كنت مفرزاه ومنزلاه معاكم زي ما انتم شايفين كده. اللحمه بصوا عامله ازاي، اللهم بارك لها بقى البشاميل بتاعنا. اهم حاجه بصي انت كده على طول. بصوا كده يا بنات القوام بدا يتقل معايا وعامل ازاي كريمي، لا مكلكع ولا اي حاجه، لا هاند بلندر ولا خلاط ولا نضرب زياده عن اللزوم ولا دهون كتيره تبقى تقيله معايا. يعملها بالطريقه دي خفيفه جدا وجميله. بصوا القوام يا بنات، بصوا ما شاء الله اللهم بارك. اهو كده بالمعلقه. بصوا يا بنات مفيش اي تكتلات فيه خالص نهائي. بصوا ايه رايكم، خفيفه وجميله وعلى السريع كده. جربوا الطريقه دي هتعجبكم جدا. بصوا يا بنات القوام عامل ازاي، اللهم بارك. بصوا يا بنات بدات تغلي معايا، اول ما بتغلي على طول اعرف كده ان البشاميل بتاعي تمام استوى زي الفل. بصوا القوام بتاعه ما شاء الله كده. خلاص بقى المضرب لحد بص ما ضربتها وخلصتها يا بنات ما شاء الله اللهم بارك. مفيش فيها اي تكتلات خالص ليه. بصوا الجمال بتاعها، بصوا اسرع واحلى بشاميل اهو. يلا بقى كده نعمل الصينيه بتاعتنا. كده البشاميل بتاعي يا بنات هاخد منه كبشه كده اهو، واحط كده المكرونه عشان تبقى كلها كده شوسه وجميله جدا. يلا بقى كده في الصينيه بتاعتي، وهبدا انزل كده معلقه البشاميل. زي ما شايف كده اهو، احلى بجد يا بنات ما شاء الله صينيه مكرونه. هنزل طبعا نص الكميه بتاعت المكرونه معايا اللي هنزل شايفين كده اهو، اللهم بارك. بصوا يا بنات حطيت نص المكرونه بتاعتي. طبعا المكرونه يا بنات انا بسويها نص سوا زي ما شايفين كده. انزل بقى باللحمه المفرومه بتاعتي، بعصيت اللحمه يا بنات اللهم بارك ريحتها كده ما شاء الله تحفه. بصوا يا حبايبي ما شاء الله. الطبقه الثانيه والثالثه زي ما شايفين كده اهوت، وانزل بقى بقيه المكرونه بصوا يا بنات اهو. ادي بقيه البشاميل بتاعي اهو، غطيت بقى الطبقه الثانيه بس. ابدا بقى كده انزل بقى بالبشاميل بتاعي كله زي ما انتم شايفين اهو. بصوا ما شاء الله القوام بتاعه لا تقيل ولا خفيف، تحفه يا بنات اللهم بارك.
بصوا بقى يا بنات، جربوا الطريقه دي اهي، هتقولوا يا محمد عمرنا ما كلنا بشاميل بالجمال ده. كده يا بنات زي ما شايفين اهو. حته ثانيه صغيره يا بنات زي ما شايفين كده، حبه ملح فلفل، هرب ده كله كده على بعضه في طريقه واحده بس اهو. سلطها اول كده زي ما شايفين اهو، انزل بيها كده على وش السلطه بتاعتي. طبعا يا بنات انا مشغله الفرن، اول ما بدات احط البشاميل في الصينيه على طول زي ما شايفين كده اهو، ابدا كده اوزعه كده في الصينيه على وشها كده اهوت، وكده ادخلها الفرن معايا زي الفل. بنات كده نحمر الفراخ مع بعضينا، معايا الفيجيتار اللي انا كنت عاملاه معاكم قبل كده ماشي، ومعايا الشوربه بتاعت الفراخ، لو بيض بقى ولا لبن ولا اي حاجه خالص. هبدا بقى كده انزل في الفيجيتار بتاعي والخلطه بتاعتي اللي هي عاملاه في البيت معاكم يا بنات ما شاء الله، جميل تحفه احسن من بتاع بره. انا لو هشتري من بره كيس ب 7 جنيه دلوقتي وهعمل الفراخ ده اهي، شوف انا هحتاج كام كيس اهو. هنفضها بقى كده، احطها بقى في طبق وادهن كده اهو. زي ما شايفين كده اهوت، خلص بقى بقيه الكميه ووريكم. بصوا يا بنات الاجنحه معايا اهي برده، هعملها برده بنفس الطريقه كانك بتاكلي فراخ كنتاكي بالظبط. طبعا معايا الطاسه يا بنات حطها على البوتاجاز عشان الزيت يسخن معايا جامد. بصوا اهو، احمر بقى اللي انا عملته ده. الزيت بتاعي سخن يا بنات اهو، ما شايفين. بصوا ليه الزيت بتاعي سخن يا بنات، شايفين كده اهو. بصوا يا بنات، بصوا ما شاء الله انا هعمل ازاي. يا بنات ما شاء الله بصوا الجمال، بصوا بصوا القرمشه ولا شاربه زيت ولا اي حاجه خالص، بسم الله ما شاء الله جميله تحفه. بصوا جربوها برضك الطريقه دي هتعجبكم جدا. نعمل بقى شويه ملوخيه مع بعض. تيجي تقومي الفريزر، حل على النار يا بنات، شوف بدات تغلي معايا. سن الكركماطم ما بتخليش الملوخيه يا حبايبي تسود معانا مهما تقعد. طبعا الملوخيه يعني كزبره ناشفه، دي ريحه تحفه. شويه سكر سنه صغيره زي ما شايفين كده، ما بتخليش الملوخيه يا بنات تركز مني في الحله. تمام كده. واخر حاجه يا بنات حته التوم تغلي معايا وانزل بالملوخيه. اهي يا بنات كده اللي احنا كنا مفرزينها تفك كده معايا في الشوربه. بسم الله ما شاء الله، بصوا يا بنات الجمال تحفه. بصوا ايه رايكم في الجمال ده؟ طفت معايا اهو، طاسه كده على النار، حطيت فيها ماده دهنيه وانزل فيها كده معلقه توم يا بنات. وانزل كده اهو. بصوا التوم يا بنات بدات تصفر معايا، هنزل فيها شويه كزبره. خليها يا بنات شويه الكزبره دول على التوم بيخلي ريحتها تحفه ما شاء الله اللهم بارك. وادي الملوخيه معايا زي الفل اهو، وادي التوم بتاعتي يا بنات. ايه رايكم في الجمال ده؟ بص بقى، بص القوام بتاعها يا بنات ما شاء الله، وريحه تحفه. بصوا بقى المكرونه، بصوا اللي بيحب بقى المكرونه بالصوص ده كده تحفه. بصوا يا بنات الجمال، ايه رايكم في الجمال ده؟ بصوا احنا بقى بنحبها كده بالصوص ده، بيبقى المنظر ده لما بتبرد حقيقي ما بنعرفش ناكلها. بصوا بصوا ايه رايكم في الجمال؟ حاجه كده يا بنات اللهم بارك. بصوا ايه رايكم؟ تحفه خطيره يا بنات اللهم بارك. دلوقتي الفراخ بتاعتي عاملاها كده غدا النهارده كده، زهقت وجبات كده يا بنات. ايه رايكم؟ اتفضلوا معانا. عاملين بقى ملوخيه خضراء. ايه رايكم؟ بصوا الملوخيه ما شاء الله عامله ازاي القوام بتاعها. ايه رايكم بقى في الغدا بتاع النهارده؟ ايه رايكم؟ بصوا الطبق ده لمين الصوص كله فيه ازاي، ده محكوز كده لحد معايا. بصوا بصوا الصينيه يا بنات لا لازقه من تحت ولا اي حاجه ما شاء الله. طريقه البشاميل دي على البارد يا بنات تحفه اللهم بارك. ايه رايكم في الغدا النهارده؟ بصوا الفراخ بتاعتنا
الوصفه يا بنات. لايك وشير كتير عشان اوصل لكل جديد. اسيبكم في حفظ الرحمن حبايب قلبي. سلام.